أيوة. طيب يا شيخ موسى، ماذا عن الكلمات التي كان يلقيها الطلاب أمام الشيخ؟ الحقيقة هذه الكلمات كانت بتشجيع من الشيخ للطلاب، ولكي يعني يتدرب الطالب لمواجهة الجمهور أو مواجهة الناس، وعنده الشجاعة الأدبية التي يخاطب بها الحضور. أيضا تفيد الطالب في الدعوة. وفي الحقيقة كان كل الطلاب الشيخ أعطاهم يعني الفرصة لإلقاء الكلمة، وكانت هذه الكلمة في يوم الأربعاء ثم الخميس. أي نعم. وهي كلمة لا تتجاوز تقريبا ربع ساعة، وتعليق الشيخ تقريبا ربع ساعة، وهي أيضا موجودة. جميع الكلمات محفوظة. نعم. أنا يا شيخ موسى لي كلمة. نعم كلمة. وطبعا الشيخ كان يتأثر بكثير من طلابه بهذه الكلمات. الحقيقة نحن اكتشفنا من خلال هذه الكلمات أن هنالك وعاظ يعني من الطلاب ومواهب وطلاب علم يعني لا يستهان به. صحيح. ومن الذين يحضرني أخونا عفيفي، خالد عفيفي، الدكتور خالد عفيفي، ما شاء الله. نعم. عفيفي بالمدينة، نحييه من هذا اللقاء. هذا كان له كلمة مؤثرة، يعني أكاد لا أجزم، لكن أفكت الشيخ. نعم. أيضا أخونا صديقكم كان في مكة، أنا نسيت اسمه والله، ألقى يعني كلمة عن الموت، ويومها بعد أيام توفي. نعم. الشيخ خالد الرفاعي كلمة كانت مؤثرة، وصوته قريب للشيخ الشنقيطي. نعم صحيح. صحيح. توفي رحمة الله عليه. نعم. أثناء عودته إلى منطقة العيص فيما أذكر، تأثرنا بوفاته كثيرا رحمة الله، وهو ألقى كلمة فيما يبدو لي عن الموت، وبعدها بأيام توفي رحمة الله عليه. يعني أيام قليلة يعني. نعم. وكانت مؤثرة. أعتقد كلمته يعني أخرجتها لأن سمعناها في نفس الوقت. أنا أخرجتها على طول لأن كانت تحتاج لإخراج بسرعة. وكلمة خالد عفيفي وكلمتك وكلمات بعض الطلاب المشجعة. في الحقيقة كل الطلاب كان لهم يعني حضور جيد يعني في هذه الكلمات وممتازة، والحمد لله كلها موجودة الآن في الخام. نعم. بس ما خرجت لسه. الحمد لله الذي قضى على هذه الحياة بالفناء، فقال سبحانه: كل من عليها فان. وتفرد سبحانه بالبقاء فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحابته البررة الأتقياء، وعلى من تبعهم بإحسان من عباد الله الصلحاء، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فبادئ بدء العرفان بالجميل جميل، والتنويه بالفضل فضل، والحق أحق أن يقال أن لشيخنا علينا حقوقا كثيرة، فقد أدبنا وعلمنا، ولا نملك والله تجاه هذا الجميل توفيه إلا أن نرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يحفظه بحفظه ويكلأه برعايته، ويرفع درجته في الدنيا والآخرة، ويكفيه حسد الحاسدين وكيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أيها الفضلاء، إن القلوب تصدأ وتقسو وتغفل وتشفو، وخير علاج لذلك كتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب الذي قال الله به: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فما من آية من آيات هذا الكتاب إلا تذكر وتدعو إلى الخير،
فمن تلك الآيات آية عظيمة، آية من الآيات ذكر الله بها عباده ووعظ الله بها المؤمنين، آية من آيات الكتاب ما وقف عندها عبد من عباد الله متدبرا متأملا متمعنا إلا تفطر قلبه، إلا انهدت جوارحه، إلا خشع قلبه. آية من الآيات أشارت إلى حقيقة قاسية رهيبة، حقيقة تواجه كل حي فلا يملك لها ردا ولا يستطيع لها أحد من حوله دفعا. حقيقة رهيبة تواجه الجميع صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أصحاء ومرضى. آية من حقيقة رهيبة ذكرت بها آية من الكتاب، وذلكم في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إنها حقيقة الموت، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. قال الله عز وجل في أحسن وصف لهذا الموقف العظيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إنها ساعة مهولة ذات كرب شديد وما بعدها إلا وعد أو وعيد. لو تفكرت فيها عبد الله، لو تفكرت بحلولها وأنت في نعيم وهنا لهانت الدنيا عندك ولصغر عظيمها في عينيك. إنها ساعة مهولة، كيف لا تتكدر حياتك، كيف لا تتكدر حياتك وأنت وهذه الساعة تنقلك إلى دار الجزاء والحساب. ساعة تفارق بها الولد والمال والأهل والأصحاب والأحباب. ولذلك إخوتي في الله لما علم سلف الأمة رضي الله عنهم هذه الساعات خافوا من الله أشد الخوف. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان السلف الصالح يشتد خوفهم من سوء الخواتيم. ولذلك المتفكر بأحوالهم والمعتبر بها يجد العجب العجاب. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما حضرته سكرات الموت، لما اشتدت عليه سكرات الموت، أخذ يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فلما رأت عائشة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب والشدة قالت وكرب أباه، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا هو رسول الله، هذا هو رسول الله الذي تفطرت قدماه. فكيف الحال بنا، فكيف الحال بنا؟ تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، واعلم بأن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد أبرى مثله فيما مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جمع الدواء وباعه ومن اشترى. وهذا هو فاروق الأمة حينما حضرته الوفاة قال رضي الله عنه لابنه عمر لابنه عبد الله فأخذ بي على الأرض يكبرها ثلاثا ويلي وويل أمي إن لم يتجاوز الله عني. ولما حضرت الوفاة أبي الدرداء رضي الله عنه ولما حضرت الوفاة أبا الدرداء رضي الله عنه قال ألا رجل يعمل لمثل مصرع هذا،
ألا رجل يعمل لمثل ساعة هذه، ألا رجل يعمل لمثل يوم هذا، وبكى رضي الله عنه وارضاه. فقالت امرأته: اسمعوا إخوتي في الله، أتبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه وارضاه: كيف لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. فوا عجبا لخوفهم مع التقى وأمنا مع المعاصي. فيا عبد الله التوبة قبل الممات وقبل نزول السكرات. الله في التوبة، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فلا إله إلا الله إذا نزلت السكرات وحلت اللحظات. لا إله إلا الله، كيف نواجهها وكيف نتعامل معها؟ إخوتي في الله، الله بالإقبال على الله، الله بتصحيح القلوب من الأدران، الله بغسلها من الضغائن، الله بالإقبال على الله. يا طالب العلم أينك من قيام الليل وظمأ الهواجر؟ يا طالب العلم أينك من الإقبال على كتاب الله بتدبر وتمعن؟ يا طالب العلم أينك بالإقبال على الصلاة بصدق وخشوع؟ يا طالب العلم أينك من فعل الخيرات؟ يا طالب العلم أينك من المسارعة في الخيرات؟ يا طالب العلم إني لك ناصح، الله أن تقبل على الله، الله أن تقبل على الله، فإن الموت يفجأك وأنت لا تعلم. عبد الله، خاطب النفس وقل لها: يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. أسأله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا السكرات، أسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا عند حلول تلك اللحظات. أسأل رب البريات، أسأل رب الأرض والسماوات أن يغفر لنا الذنب وأن يتجاوز عن الزلات سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جميع علماء المسلمين وتخص منهم شيخنا بالحفظ والرعاية، وأن تجزيه على ما قدم ويقدم، وأن تجزيه خيرا على ما قدم ويقدم، وأن تجعل ذلك في موازين حسناته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم إن هؤلاء طلاب العلم قد أتوا من كل مكان يرجون فضلك، اللهم فلا تحرمهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم بلغهم ما أملوا، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واجعلهم هينين لينين حبيبين سمحين. اللهم من أراد بهم مكيدة، اللهم من أراد بهم حسدا، اللهم من أراد بهم عداوة وبغضاء، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المبارك يا أرحم الراحمين أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم يوم أن قل الناصر، اللهم أعنهم يوم أن قل المعين، اللهم إنهم مهمومون ففرج كربهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمة واعظة لم نسمع مثلها
الكلمات التي أوتيت، نسأل الله أن يحيي بها القلوب وأن ينفعنا بها جميعا، وأن يجزي أخانا خيرا على هذه الموعظة وأن يكثر من أمثالها. أما ما ذكره من الدعاء لي فأسأل الله تعالى أن يعم جميع به وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وأما ما ذكره من كون لي فضل عليهم فهذا مسلم، ولكن هذا الفضل يقابله فضل آخر وهو فضل الطلاب علينا، فإن فضل الطالب على شيخه يعادل فضل شيخه عليه، لأن هذا الطالب ينشر علمه بين الناس فيتسع انتفاع الناس بعلمه ويحصل بذلك خير كثير. وما ظنك لو أن العالم الكبير جلس على كرسيه ينتظر الطلبة ولم يأتي أحد أيكون علمه نافعا على وجه العموم كما لو كان عنده طلبة؟ لا. إذن فالفضل الذي للمعلم على الطالب يعادله وربما يجب عليه فضل الطالب على المعلم، لأنه يأخذ من علمه وينتفع به وينشره، وهذا فيعلم واحدا والواحد يعلم آخر وهل مجرى. فلكل منا فضل على أخيه، والفضل الأول والأخير والأكمل والعظيم لرب العالمين عز وجل، هو الذي من علينا جميعا بهذا المجلس وغيره من المجالس. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله وأن يرزقنا شكره إنه على كل شيء قدير. وأما ما ذكره أخونا من الموعظة بالموت فلا شك أنه كفى بالموت واعظ، لكن يبشر كل مؤمن لأنه إذا انتقل من الدنيا فإنما ينتقل إلى خير منها وأعظم وأفضل. قال الله عز وجل: والآخرة خير لمن اتقى. كل من اتقى فالآخرة خير له، حتى لو انتقل عن الدنيا فإنه خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. وقال في وصف الآخرة عموما: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. فهذه 3 آيات. أولا وصف الآخرة بأنها خير وأبقى من الدنيا على وجه العموم. ثاني أنها خير للرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. والثالث أنها خير لمن اتقى على وجه الخصوص والعموم، فهي باعتبار إضافتها إلى خيرية النبي صلى الله عليه وسلم أعم، وهي باعتبار خيرية الآخرة على وجه العموم أخف. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من اتقى، وأن تكون آخرتنا خيرا لنا من الأولى. ثم أبشر أن الإنسان إذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة فإنما ينتقل إلى إخوان يشوق إليه ويحب أن يكون معهم، إنه منتقل إلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من ذلك. لكن على كل حال هذه الكلمة واعظة جيدة مؤثرة، وأسأل الله أن يثيب أخانا عليها وأن ينفعنا بها. هذه الكلمة الأخ خالد معلى الرفاعي حفظه الله في ليلة الجمعة 2 من شهر ذي القعدة لعام 1418 للهجرة. جزاه الله خيرا.